لو سألت نفسك في يوم من الأيام فين قلب المغرب بيدق بأعلى صوت، خليني آخدك لفاس، عاصمة المغرب الروحية. فريك تاميتو خافزة. فاس مش مجرد مدينة، دي قصة حية جذورها بتمتد لسنة سمتيمتي متي صمنمي. في الوقت ده مولاي إدريس الأول مؤسس أول سلالة حكمة المغرب قرر إن ده المكان اللي هيبني فيه رؤيته. بريتالكين، تخيل معايا، في البداية فاس كانت مدينتين منفصلتين، فاس البالي وفاس الجديد. مع الوقت المدينتين دول كبروا مع بعض، خصوصا في فترة حكم المارينيين. الناس دول مش بس سكنوا فيها، دول خلوا فاس عاصمتهم وحولوها لمركز للثقافة والسياسة والتعليم. في القرنين ال13 وال15 فاس كانت أهم مكان في شمال أفريقيا. بريك تايم فيك. بس القصة ما وقفتش هنا. حتى بعد المورينيين فاس فضلت مزدهرة. السعديون وبعدين السلطان مولاي عبد الله كلهم سابوا بصمتهم وسعوا المدينة وزودوا على إرثها. بريك تايم زيفربو خلخس. دلوقتي خلينا نتكلم عن اللي بيخلي فاس مميزة قوي. أول حاجة المدينة القديمة، فاس البالي، دي أقدم جزء في المدينة، وبصراحة تحس إنك دخلت متحف حي بأزقتها المتعرجة اللي ملهاش نهاية وأسواقها الصاخبة وساحاتها التاريخية. انت محاط بقرون من التاريخ في كل مكان تبص فيه. وبعدين في جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم. تخيل طلاب بيتجمعوا هنا لأكثر من 1000 سنة، وده خلى فاس مركز حقيقي للتعليم والاكتشاف. فاس مشهورة كمان بحرفها التقليدية، زي مدابغ الجلود والمنسوجات المعقدة والخزف المبهر والفخار. المدينة مليانة بمعالم أيقونية كمان، زي باب بوجلود، البوابة الزرقاء الجميلة، وجامع القرويين، ومدرسة بوعنانية. كل واحد فيهم تحفة فنية لوحده. ولو بتحب الثقافة، فاس هي مكانك. من مهرجانات الموسيقى العالمية لاحتفالات الصوفية ومعارض الأكل، دايما في حاجة بتحصل هنا. مش غريبة إن فاس اتسمت موقع تراث عالمي لليونسكو. دي مدينة التقليد والحياة العصرية، فيها بيتداخلوا بسلاسة. مدينة بتدعوك إنك تغرق في سحرها.